سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بالناس اللي التحقوا بنا مؤخرا. كنتمنى يكون المحتوى ديالي كيعجبكم وتكونوا كتستمتعوا معايا. اليوم غنهضروا على جريمه غريبه وغامضه وفيها تفاصيل غتصدمكم. داكشي علاش خاصكم تبقاو مركزين معايا من الاول حتى الاخر. نهار 7 نوفمبر من سنه 1986 مورنا وصاحبتها قرروا باش يخرجوا ديك الليله يسهروا ومشاو لواحد البار في المدينه ديالهم. هاد البار كانوا كيعرفوا فيه كاع الناس تقريبا حيت كانوا ديما كيمشيو ليه. المهم وصلوا للبار مع 9:30 ديال الليل وكان عامر بزاف. مورنا كانت واحد البنت اللي هادئه ما كتهضرش بزاف وما كتعطيش وقت للناس اللي ما كتعرفهمش. اما صاحبتها فكانت العكس ديالها تماما، كانت حركيه وما عندهاش مشكل تهضر مع اي واحد واخا ما كتعرفوش. المهم من بعد ما دوزوا ليله زوينه وكملوا السهره ديالهم غادي يخرجوا من البار مع 12:45 دقيقه، ولكن فاش وصلوا للباب باش يخرجوا شي حد غادي يعيط لصاحبه مورنا ورجعت دخلت للبار. مورنا بقات كتسناها على برا. من بعد ما دازت واحد ربع ساعه صاحبه مورنا غادي تخرج، ولكن ما غاديش تلقى مورنا كتسناها. فكرت مع راسها وقالت ممكن تكون رجعت دخلت للبار حيت كان البرد بزاف. بقات كتقلب عليها في كل بلاصه في البار ولكن مورنا ما كانتش. قالت واقيلا غادي تكون سبقتني للطوموبيل، وفاش مشات للباركينغ ما غاديش تلقاها. هزت طوموبيلتها ورجعت لدارها وهي مرتاحه في بالها وكتقول ان مورنا ممكن لقات شي حد يوصلها للدار ومشات معاه. في الصباح غادي يكون واحد الراجل كيتمشى في الجردة وغادي يلقى واحد الصاك صغير ديال العيالات طايح في الارض. هز هذاك الصاك وداه للبوليس. فاش قلبوه غادي يلقاو فيه البيرمي ديال مورنا. اتصلوا بوالديها وقالوا ليهم باللي لقاو الصاك ديال بنتهم طايح. والديها كانوا مرتاحين على بنتهم حيت ديما كانت كتخرج وكتسهر مع صحاباتها وشحال من مره ما كترجعش للدار. داز نهار كامل ومورنا مازال ما رجعتش للدار. هنا بداو كيتخلعوا عليها ومشاو بلغوا بالاختفاء ديالها. البوليس حطوا احتمال انها ممكن تكون مخطوفه وبداو كيجمعوا معلومات على القضيه، وعرفوا ان في هذيك الليله اللي اختفت فيها مورنا كانت لابسه فوق حوايجها سمطه بيضه ودايره سلسله ديال الذهب فيها قلب. وبما ان الصاك ديالها لقاو في بلاصه قريبه من البار فغالبا اللي خطفها غادي يكون حتى هو كان في ديك الليله في البار. بداو التحقيق مع الناس اللي كانوا في هذيك الليله في البار والناس اللي خدامين فيه، واول وحده بداو معها التحقيق هي صاحبتها. قالت ليهم انه في هذيك الليله كان واحد الشخص كيحاول يتقرب من مورنا وكان باغي يهضر معاها بزز، ولكن مورنا ما داتهاش فيه وما بغاتش تهضر معاه. وهما في وسط السهره مورنا غادي تقول لصاحبتها باللي عنقها كيضرها، ونفس هذاك الشخص غادي يسمعها وغادي يتجرأ ويحط يديه على عنقها. مورنا ما عجبهاش الحال من هاد التصرف وغوتت عليه باش يبعد منها، وهاد الشخص ما كان كيعرفه حتى شي واحد. وقالت ليهم باللي كان واحد الشخص واحد اخر حتى هو كان باغي يهضر معاها وكان كيحاول يتقرب منها وخدا ليها مشروب على حسابه، ولكن مورنا ما داتهاش فيه. البوليس مشاو للبلاصه اللي لقاو فيها الصاك، وفاش قلبوا مزيان غادي يلقاو واحد الميكا تحت من واحد الجسر. هاد الميكا لقاو فيها بقايا ديال السجائر وسمطه بيضه والوراق ديال شي نبته والريش ديال الطيور والغطا ديال الناموسيه فيه الدم. من بعد التحليل عرفوا باللي هذاك الدم ديال الانسان، ولكن ما قدروش يعرفوا ديال من بالضبط. من بعد ما دازت 48 ساعه على الاختفاء البوليس فقدوا الامل من انهم يلقاوها مازال عايشه، ومع الاسف مازال ما عندهم حتى شي مشتبه به، والدلائل اللي لقاو منفعوهم بحتى شي حاجه. المهم من بعد ما دازت 7 ايام رجعوا للبار وبداو كيسولوا الناس مره اخرى
وحده من هادوك اللي كيخدموا تما قالت لهم معلومات على الولد اللي شرى المورنا المشروب هذيك الليله. قالت لهم بانه شخص عصبي بزاف، وفي ديك الليله كان غادي يتضارب مع واحد الشخص، حيت كان قال ليه يبعد من البنات ويخليهم في راحتهم. وقالت لهم باللي سميتو روبرت. مشاو جابوه وبداو معاه التحقيق، ولكن غادي يقول لهم بانه ما عقل على حتى شي حاجه من هذيك الليله. باش بداو كيجمعوا المعلومات عليه عرفوا باللي فايت ليه سرق واحد الطوموبيل، وباللي خدام في واحد المصنع ديال الاغطيه. وإلا بقيتوا عاقلين، الميكا اللي كانوا لقاو فيها واحد الغطه ديال الناموسيه، وبهكا ولا عندهم مشتبه فيه. وهما مازالين كيحقوا معاه غادي تفكر واحد التفصيل مهم، وغادي يقول لهم بانه تفكر السميه ديال البنت اللي كانت معاه في الوقت اللي خرجوا فيه البنات من البار. ومن بعد ما تاكدوا من هذا الشيء غادي يستبعدوه من القضيه، ولكن حتى هو قال لهم باللي شاف هذاك الشخص اللي كان كيحاول يتقرب من المورنا هذيك الليله. من بعد ما دازت 17 يوم على الاختفاء، واحد الصياد غادي يلقى واحد الميكا في واحد البحيره. هاد البحيره كانت متجمده وما قدرش يدخل باش يشوف شنو كاين تما، ولكن بان ليه من بعيد بحال كان فيها شي جسم ديال بنادم مقطع. اتصل بالبوليس، فاش جاو غادي يستعملوا الكاميرات باش يعرفوا شنو كاين في هذيك الميكات قبل ما يدخلوا. وهنا الصدمه الكبرى، الميكات فعلا كانت فيهم جثه مقطعه. فاش جبدوهم وقلبوهم غادي يلقاو الاطراف والراس ديال الجثه، ولكن الجسم الوسطاني ما غاديش يلقاوه. من بعد ما دازت 24 ساعه، واحد المراه كانت كتمشى مع الكلب ديالها حتى غادي تبان ليها واحد الخنشه. فاش غادي تقلبها غادي تلقى فيها جثه ديال انسان. بلغت البوليس وكانوا متاكدين ان هذيك الجثه الكماله ديال الاطراف اللي لقاو. وفعلا داكشي اللي كان الجثه كانت البقايا ديال الاطراف اللي لقاو. من بعد التشريح غادي يبان ليهم بان الجثه غالبا كانت محطوطه في شي بلاصه فيها مواد البناء، وبالضبط على شي خشبه. والراس مقطوع بالسيزوار، والوجه كان عليه اثار الضرب، وسبب الوفاه كان هو قطع الراس. الجثه تقطعات بآلة حاده ومضبوطه، ماشي بطريقه عشوائيه. ومع الاسف تاكدوا ان هذيك الجثه كانت ديال مورنا. البوليس بداو كيقلبوا في المنطقه كامله على شي حاجه تقدر توصلهم للشخص اللي ارتكب الجريمه، حتى توصلوا بمكالمه من عند واحد البنت خدامه في البار. قالت لهم ان هذاك الشخص اللي كتقلبوا عليه جا اليوم للبار، وقالت لهم باللي عرفات سميتو واللي كانت غاندي. ولكن المدير طردو حيت كان كيدير شي تصرفات غراب. ولكن واخا هكاك عرفات بانه خدام في واحد المصنع ديال الرخام، وعرفات حتى الحبيبه ديالو فين كتسكن. فاش مشاو للمصنع غادي يقول لهم المدير ما خدام عندنا حتى شي واحد سميتو غاندي. ولكن فاش عطاوه المواصفات اللي كيقلبوا عليها غادي يقول لهم فعلا كاين واحد الشخص خدام عندنا بهاد المواصفات، ولكن سميتو ريكي. وفاش بداو كيبحثوا في الماضي ديالو غادي يتصدموا باللي غادي يعرفوا عليه. سنة 1976 ريكي كان ممرض في واحد المصحة ديال الأمراض العقلية، وكانت تعدى على واحد المريضة في عمرها 25 عام، ولكن ما غياخدوش هدرتها بعين الاعتبار حيت كانت مريضة نفسية. واخا قالت لهم باللي حاول يقتلها ويقطع لها عنقها. وهنا تأكدوا أن المجرم اللي كيقلبوا عليه هو ريكي، حيت قتل مورنا بنفس الطريقة. فاش مشاو عنده للدار أول حاجة غادي يلاحظوها أنه عنده الطيور في الدار، وعنده حتى النباتات، وهذا الشيء اللي كانوا لقاوه في هذيك الميكا البيضاء. فاش بداو كيسولوه نكر باللي كان في البار هذيك الليله، وهما كيسولوه غادي يلاحظوا واحد الحلقه ديال العيالات محطوطه فوق الطبله. وفاش سولوه عليها قال لهم بانها ديال الحبيبه ديالو. هزوها ومشاو عندها باش يتاكدوا، وفعلا اكدت لهم ان هذيك الحلقه ديالها.
ولكن قالت لهم ان ريكي من بعد الاختفاء ديال مورنا كان مهتم بالخبر اكثر من القياس وما كيفلت حتى شي جديد في القضيه. وقالت لهم بانه هداها واحد السلسله ديال الذهب، وهاد السلسله كانت ديال مورنا. نهار 2 ديسمبر غادي يخرج لهم الاذن بالتفتيش. فاش قلبوا الشقه غادي يلقاو فيها نقاطي ديال الدم في كل بلاصه، فوق الكوافوس وفي السلك ديال التليفون وفي الحمام. وفاش قلبوا الطوموبيل حتى هي غادي يلقاو فيها نقاطي ديال الدم. ولكن واخا هاد الدلائل كامله ريكي بقى كينكر. البوليس غادي يحطوا احتمال ان في هذيك الليله شافها واقفه في البرد وقنعها بشي طريقه ما باش تسنى صاحبتها في الطوموبيل ديالو. وملي طلعت معاه ضرب ليها راسها مع الباب وداها لدارو، تعدى عليها ودخلها للحمام، قطع ليها راسها بالسيزوار. ومن بعد حطها في الطوموبيل ديالو بين ما فكر شنو غيدير بالجثه. ومن بعد يومين داها المصنع فين كيخدم وخباها تما. ولكن خاف لي يتفضح، هز الجثه فوق شي خشبه وجاب منشار وبدا كيفصل فيها. ومن بعد فرقها في ميكات، الاجزاء لحهم في البحيره والجسم الوسطاني لحو في بلاصه واحده اخرى. في سنه 1983 تحكم على ريكي بالمؤبد، وفي 2014 غادي يموت في الحبس بسكتة قلبية وهو في عمره 56 عام. القضية ديال اليوم صراحة تفاصيلها مؤلمة وصادمة، كيفاش الغضب والرفض ممكن يخلي الإنسان يرتكب جريمة بحال هذه. شكرا حيت تبعتوا معايا القضية حتى الاخر، وما تنسوش تخليوا لي آراءكم في التعليقات. نشوفكم في الفيديو الجاي، خليتكم على خير.